نصحى من فوق ونجاوب على الأسئلة اللي فاتت. الفرق ما بين التاريخ والتاريخ، فقلنا إن التاريخ اللي هو التاريخ العادي بتاعنا 1 نوفمبر 2025. التاريخ بقى اللي هو نسبة إلى هجرية أو ميلادية اللي هي بنكتب في الآخر دي. ودولت اللي كانوا موجودين في الحلقة اللي فاتت. الحلقة دي بقى بنتكلم عن إجابة السؤال اللي فات اللي هو بماذا كان يؤرخ المسيح القديم أو عصور ما قبل الميلاد كانوا بيؤرخوا لها إزاي؟ بيقولوا -1 و-2. أحب أقول لحضرتك لأ، كان حدث الجلل لازم يكون حدث قوي عشان خاطر الناس تفتكره في ودانهم. كان حدث الجلل بالنسبة لهم هو تولي حكم الملك كذا حكم مصر. فكان بيجي مثلا في العام ال12 من حكم رمسيس، من حكم مثلا خوفو تم شق الترع، فكانوا بيقولوا عليها كده ده في عهد خوفو. يجي مثلا بعد 50-60 سنة مثلا بيتكلموا عن واحد تاني، فبيقول لك في عهد الملك مثلا رمسيس الثاني تمت أول معاهدة سلام في التاريخ. ده كان حدث مثلا مهم من عمر مين؟ رمسيس الثاني. طب انا مش عرفني بقى اذا كان رمسيس الثاني هو الاول ولا خوفو هو الاول. كان بيجي مثلا الملك اول لما يتولى حكم مصر كان بيقول لك ايه؟ لقد اشرف الملك كذا على مراسم دفن الملك كذا، فكان بيعرف اذا كان الملك ده الاول او الملك الثاني. طب لو ما سجلوش او كان في فتره ضعف او كان في مشاكل في النص، نبتدي نعرف ازاي؟ نبتدي نرجع للمراجع الاساسيه. كان عندهم مراجع، كان عندهم مراجع والله، كانوا بيكتبوا كل حاجه، ما كانش في حاجه للظروف. فكان في عندنا 3 حاجات. اول حاجه برديه تورين، ماشي. تاني حاجه بالنسبه لنا قائمه ابيدوس اللي هي موجوده في قلب السقاره ديت، اللي هي موجوده في قلب سوهاج. الثالثه بالنسبه لنا كانت التاريخ اللي كتبه اسمه مناتون السمنودي. مناتون السمنودي كتب تاريخ مصر كله من اول اسره لحد اخر اسره، قسمهم 30 اسره، ابتدت بمينا وانتهت بالاسكندر الاكبر. فاحنا كده الملك لو سقط في النص مش عارفين الملك ده تبع انهي واحد وجه قبل مين وجه بعد مين، او فتره ضعف ما كانوش بيسجلوا اساسا، فبنخش على واحده من ال3 دولت ونفرز ونشوف هيطلع فين. وبكده العمليه اترتبت وخلصت وبقت الدنيا زي الفل، وعرفنا ترتيب الملوك بهذا المنظر. طيب نيجي بقى للسؤال اللي جاي ان شاء الله باذن انت رب. قبل السؤال اللي جاي، طب ده بس كان في مصر، طب مثلا في الدول التانية والحضارات التانية كانوا برضو بيختاروا الحدث الجلل، الحدث القوي، زي العراق كانوا بيؤرخوا للفيضان. فكانوا مثلا بيجوا مثلا في عهد مثلا مين؟ نبوخذ نصر. كان بيجي في عهد نبوخذ نصر في الشهر الثالث او شهر 60 ماشي من السنة 70 من الفيضان، السنة كذا من الفيضان. فكانت العملية معكوسة وكانوا بيؤرخوا كل حاجتهم للفيضان مش للملوك. طيب نيجي بقى الحلقة اللي جاية ان شاء الله باذنك انت يا رب، هنتكلم عن حاجتين. انهي الاطول، هرم خوفو ام برج القاهرة؟ هرم خوفو ولا برج القاهرة؟ لو اول مرة تشوفني ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناة اذا كرمت، واقول لكم السلام عليكم.